السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في أي مكان، متابعيني في أي مكان، برحب بكم ووجودكم على راسي من فوق بإذن الله. واحنا داخلين الامتحانات كده، وكل أم بتدور على إزاي أولادها يجمعوا أكتر معلومات وأكبر قدر من الأسئلة وأكبر قدر من الامتحانات، ويعرفوا يوفقوا نفسهم في الامتحانات. فكل أم بتبقى يعني حاسة إن الدنيا كلها بتجري وراها، فبتحاول بقدر الإمكان اللي أولادها يتفوقوا في أي مادة، وبتقعد تذاكر معاهم كأن هي بالظبط اللي داخلة الامتحان. وقسما بالله احنا كنا في ثانوية عامة ما كانش عندنا الضغط ولا كمية الضغط اللي علينا دي زي الوقت مع أولادنا. كلهم تقييمات، كلهم أداءات مش عارفة ايه، منزلية، أداءات صفية، أداءات واجبات أسبوعية مش عارفة ايه. فحاسين ان الدنيا كلها بتجري ورانا أو فوق دماغنا. أهم من ده كله إزاي نقدر نخلي أولادنا أي حاجة يذاكروها تثبت في مخهم هنا. الكلام اللي أنا هقوله وقت أنا كنت قلت حاجات منه في فيديو النسيان، اللي أولادنا بينسوا يعملوا إيه، أو الأولاد اللي بينسوا بسرعة يعملوا إيه، الاستراتيجيات اللي تخلوهم ما ينسوش بسرعة أو يتذكروا الحاجات اللي بيذاكروها. لكن في الفترة العصيبة اللي احنا فيها دي، إزاي نقدر نخلي أولادنا أي حاجة يقرأوها بقى تثبت في دماغهم وتلزق في دماغهم كده، كأنك لزقتها بصمغ كده أو بأمير أو بحاجة معلش هتخرج من دماغهم خالص. اللي أول مرة يشوفني أنا أماني، ودي قناتي، وإن شاء الله بإذن الله كل اللي بيدخل فيها هيستفاد منها بإذن الله، لأن معلومات وموضوعاتها طبعا عن تجربة شخصية ومن خلال أدائي كمدرسة أو مزاولة المهنة. فإن شاء الله حاجات مجربة وحاجات أنا ما بقولكيش حاجات من كتب ولا حاجات من دي، أنا بقولك حاجات إحنا عاملينها مع أولادنا ومع الأولاد التانيين. فإن شاء الله بإذن الله لو اتبعت الطرق دي بإذن الله بإذن الله هتجيب معاكي نتيجة هايلة جدا. فاشتركوا في القناة من خلال كلمة اشتراك. وطبعا لو عجبكم الفيديو واستفدتوا يا ريت تحطوا اللايكات، ما تبخلوش عليها باللايك، وننزل في الكومنتات او في التعليقات ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عشان ناخد حسنات كده كتير. بإذن الله النهاردة هنقولك على الاستراتيجيات أو على الطرق اللي تخلي أولادك أي حاجة انت بتذاكريها معاهم أو بيذاكروها مع نفسهم تثبت في دماغهم، ما عادش تخرج نهائي. حتى لو مهما كبروا كده في العمر هم فاكرين هم أخدوا إيه وذاكروا إيه وكان مكان المذاكرة فين والكلام ده كله. طيب هنبدأ كده. أول حاجة لما أولادك يجي يذاكروا لازم زي ما أنا قلتلك في أي حاجة جانب من جوانب حياتهم لازم نربطها بربنا سبحانه وتعالى. يعني أي جانب أولادك عايزة تعلمه لهم لازم تخلي فيه مصدر كده لله سبحانه وتعالى وعلاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. يعني قبل ما نبدأ المذاكرة حبايب قلبي نسمي الله كده عشان الشيطان يبعد عننا، وعشان وقتنا يتملى بركة كله، وعشان أي حاجة تذاكروها يبقى ربنا سبحانه وتعالى معانا واحنا في معية الله، وأي حاجة تذاكروها هتثبت في دماغكم. فأول حاجة في المذاكرة كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كده بداية المذاكرة. كده بقى هنبعد بقى، هيحصل صفاء ذهني كده، يعني معهم كده زي اللي انت ايه عملت لها فورمات كده او فرمطتيها، ما عادش بقى هيفكروا في اي حاجة بقى. هيبعد عنهم القلق، اي وساوس، اي افكار، اي معلومات، وهيركزوا في اللي هم بيذاكروه. طيب والوقت كله هيبقى في بركة كده، حتى لو 5 دقايق من وقتهم اللي هيذاكروا فيه هيبقى مليان بركة بإذن الله. تاني حاجة لما يخلصوا مذاكرة نعلمهم دعاء اللي هو بعد المذاكرة: اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت فرده إلي عند حاجتي إليه. يعني يا رب أنا بستودعك كده كل اللي قرأته وكل اللي فهمته وكل اللي أنا قعدت على الكتاب كده وخلاص وحطيته في دماغي، ولما احتاجه يا رب ردهولي. يعني أي سؤال جالي وانا ناسي اول كلمة حاجة هتذكرني يا رب او هتفكرني بيها. وده طبعا عن تجربة، وقسما بالله انا كنت بعمل كده. يعني كنت اول ما اذاكر اي حاجة اقوم قايلة الدعاء ده، وفعلا باجي في الامتحان اول ما بشوف الورقة بحس ان كل الكلام دخل في بعضه كده متلخبط، بس اول ما اقرأ السؤال الاقي الاجابة كأن انا قرأها حالا، الاجابة قدامي في نفس المكان ونفس الخطوط اللي انا عاملاها ونفس التلخيص، واعرف هي كانت مكتوبة بالشكل ان هو حلها فين وفي صفحة كام بالظبط. فعودوا اولادكم كده وباذن الله هتبقى الطريقة دي جميلة جدا. حتى
يعني عشان نربط لهم، يعني حتى لو انت بتقولي ده كلام اي كلام او حاجة، بس على الاقل هنربط لهم المذاكرة حاجة يعني بربنا سبحانه وتعالى، ولازم يكون اي مصدر لينا في ربنا سبحانه وتعالى. طيب تاني حاجة عشان أي معلومة تلزق في مخ أولادك، أو أي حاجة يقرأوها أو أي حاجة يذاكروها تلزق هنا وما تخرجش أبدا، اللي هي الحركة. يعني إيه الحركة؟ يعني هم هيذاكروا هم بيترقصوا مثلا يا مس، ولا هيذاكروا مثلا وهم بيتنططوا عادي. لو ابنك نمطه زي ما أنا قلت في أنماط التعليم قبل كده، لو ابنك نمطه حركي، اتحركي وخليه يتحرك وخليه يتنطط وانت بتقرأيه، وامشي جنبه وهو بيمشي، وعلميه وهو بيجري ويتحرك. لو ابنك نمطه سمعي، علميه بطريقة القصص وبطريقة الروايات وبطريقة الاستماع وبطريقة التسجيلات والكلام ده كله. انا زي ما انا قلت لك على حسب نمط تعلم ابنك. طيب يعني ايه الحركة بتكسب السكون؟ يعني ما تخليش قاعد على طول كده زي ما هو قاعد، اقعد اكتب ده اعمل ده، لا خليه يتحرك شوية، خليه يمثل بايده، خليه يشرح، خليه يعني حاجة مثلا فيها عمليات يطلع على صوابعه ويعد، حاجة مثلا فيها كتابة مثلا يتخيل. يعني خليه يتحرك وهو قاعد، ما تخليش دايما بيذاكر وهو قاعد كده زي الصنم، ما تخليش يتحرك ولا يبص حواليه ولا حاجة، لا خليه يقوم شوية يفرد نفسه كده ويفرد عضلاته ومش عارفة ايه ويرجع تاني. لو في طريقة عد، لو في طريقة دلل او من نتائج او حاجة، خليه يقوم ويتحرك وهو بيقولها ويرجع تاني يقعد، وهكذا. ما تخليش قاعد في مكانه ال10 دقايق ولا 20 دقيقة اللي هو قاعدهم شكل الصنم كده، خليه يتحرك وهو بيذاكر. وده طبعا طريقة مهمة جدا جدا من طرق المذاكرة. محدش يقول هتعمل له تشتت انتباه وهتخليه يسرح في حتة تانية لا، انا بقولك وهو بيذاكر خليه يتحرك، خليه يقرأ زي ما احنا كنا قاعدين مثلا بنذاكر كده، وتلاقي ابهاتنا وامهاتنا اللي لسه فاكر يقولوا ايه، حرك بقك حرك بقك، ما تفضلش كده متنح للكتاب. كانوا دايما ابونا وامنا يقولوا لنا الكلمة دي، حرك بقك، عايزة اسمع صوتك وانت بتتكلم، عايزة اشوف بقك وهو بيتحرك وايدك وهي بتكتب، وهكذا. خليه يكتب، خليه ينطق، خليه يبص، خليه يفكر، خليه يضحك كده، ما هوش قاعد كده ماسك الكتاب. تاني حاجة معانا اللي هي الشرح بيكسب السكوت. يعني ايه الشرح بيكسب السكوت؟ يعني بعد ما ابنك او بنتك يخلصوا قراءة الدرس او حل حاجة، اشرح لي يا حبيبي انت حليت ايه، انت قرأت ايه، لخص لي اللي انت قرأته اشرح. وده طريقة مجربة، وكان الدكتور اللي هو اسمه اللي هو حسام موافي تقريبا على ما اتذكر اسمه، بيقول الطريقة دي جميلة جدا، وكان بيعملها في الثانوية العامة. واي حد يقول له يا دكتور انصحني اللي انا اذاكر ازاي او كده، يقول له كل اللي انت ذاكرته اشرحه بصوتك، لخصه. هات مثلا كأنك انت المدرس ويعني هو المدرس مثلا، وامه او ابوه او اخوه او كده هو الطالب، يشرح لهم اللي قرأه. يقول لهم اخر اليوم كده وهو رايح ينام على السرير، يقول انا ذاكرت 1 2 3، انا ذاكرت مثلا الخريطة، تعريف الخريطة، عناصر الخريطة، اهمية الخريطة، ويشرح 1 2 3. هتلاقيه مش فاكر حاجة، هيقوم يرجع لها على طول، او حتى لو مش متذكر حاجة خلاص تاني يوم هيقوم شايفها، يقول ده انا ما افتكرتهاش امبارح، هيقوم شايفها وقارئها وخلاص هيتذكرها. فاحنا دايما نخليه يشرح اللي بيقرأه. اقرأ كده يا حبيبي القصة دي فهمت منها ايه، اقرأ يا حبيبي القاعدة دي، اشرحها لي بقى، لخصها لي، بسطها لي، فهمها لي. مش فاهمة حتى لو انت فاهمة ما تقوليش ده تضييع وقت او حاجة، طب ما انا فاهمة اللي بيقرأه او انا عارفة اللي بيقرأه. لا، خليه يقرأ لك ويشرح لك ويبسط لك المعلومة كأنك مش فاهمة. تعاملي معاه اللي هو اللي مدرس وانت الطالبة عنده. طب المدرس قال لكم النهاردة شرح لكم الدرس ده ازاي، شرح لكم مثلا القوانين دي ازاي، طب تعالى فهمني، طب تعالى اعمل لي المسألة ده، حلها لي كده بالخطوات، بس قول لي انت عملت كل خطوة ازاي. يعني انت جمع وطرح مثلا وقوانين، انت عارفة الجمع والطرح وبتعرف، لا بس قول له فهمها لي كده، جبتها ازاي، جبت الناتج ازاي، اشرح لي كده. لما هيشرح ويسمع نفسه شرحه وهيعرف هو ذاكر ايه وقرأ ايه وبيوصل لك المعلومة ازاي، ده طبعا هيثبت المعلومة في دماغه وهتثبت جدا. الحاجة اللي بعد كده، الصورة بتكسب الكلمات او بتكسب الكلمات.
يعني ايه الصورة؟ زي ما انا قلت لكم في فيديو النسيان قبل كده، يعني طول ما احنا بنذاكر يبقى في ايماءات، في حركة، مش الصورة اللي هي الصور اللي انا اقصدها، لا يبقى مثلا في فيديو في حاجة محسوسة قدامه، حاجة محسوسة. انا بتكلم عن حاجة المحسوسة اللي انا اعمل له، مثلا انا بتكلم له على حاجة اعمل له كده فوق تحت، مش عارفة اعمل له بايدي حاجة كبيرة كده، اعمل له اشاور له على حاجة، اعمل اول ما هيجي له الكلمة دي او هيفتكر السؤال ده او هيجي له الحاجة دي، هتلاقيه فاكر حركة ايدي انا بعملها له ازاي، بخبط له كام خبطة، بشاور له على ايه، بمسك له ايه، بكتب له ايه، بشخبط له ازاي، برسم له ايه، فهو هيفضل فاكر. فده طبعا اللي انا اقصده، اللي هو الايماءات، الحركات، اللي هو الحاجات المرئية، اللي الحاجات المحسوسة، مش الحاجات المجردة. يعني ما يمسكوش اقول له مثلا ايه انواع الفعل، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر، فعل ماضي فعل حدث وانتهى، فعل مضارع فعل مش عارفه ما زال يحدث، فعل الامر لما اطلب من حد القيام بشيء معين، لا اقول له فعل ماضي فعل حدث وانتهى مش خلاص، فعل مضارع فعل ما زال يحدث مستمر في حدوثه، فعل امر اعمل فحركة صبع اهي حاجة بسيطة، حركة صبعي في أول ما يجي يقول مثلا كتب نوع الفعل ايه، وهيفكر شوية هيفتكر كتب ماضي خلاص، يكتب مضارع، اكتب امر، ففكر نوع الفعل بحركة ايدي، حتى لو هو مش عارف، اول ما اعمل ايدي كده خلاص عارف اللي هو ده فعل ماضي، اول ما اعمل ايدي كده ده فعل مضارع، اول ما اعمل ايدي كده ده فعل امر، وهكذا. اي حاجة نربطها بحركة قدامنا، بحياتنا العملية، بصورة قدامه، بفيديو كان شافه، بموضوع قبل كده اتكلمنا فيه، المهم ربط له زي ما يقولوا السلوك في بعضها، شبكها له في بعضها كده عشان يفضل فاكر اللي انا بقوله. الحاجة اللي بعد كده طبعا الكتابة بتكسب القراءة. يعني ايه الكتابة بتكسب القراءة؟ يعني انا لما بكتب اللي انا، وده بقى كل النوابغ او النابغين وكل العباقرة، كل اللي تلاقي لهم قيمة في المجتمع بيكتبوا. مفيش حد اسمه زي ما انا قلت ماسك الكتاب خلصت يا ماما مذاكرة يبقى ده ما ذاكرش ولا كلمة. يكتب كراسة فاضية، ورقة فاضية، ورق الاسمر اللي هو دشت دي، ولا اسمه ايه الورق الاسمر اللي كنا بنشتريه الرزمة كده ونقعد نكتب فيه، ورق فلوسكاب، كراسة، كشكول، اي حاجة، وخليه يكتب اللي قرأه، يذاكر اي حاجة. يقولك ملهاش مكان هنا يا ماما، مش عارف احلها هنا اصل ملهاش مكان، اكتبها يا حبيبي في الكراسة، لخص لي يا حبيبي الدرس ده في الكراسة، اكتب لي ملخص الدرس ده في الكراسة، حلي الاسئلة ده كده، المسائل ده ما تطلعليش الناتج على الآلة الحاسبة وتسيبه، لا انا عايزة المسائل بالخطوات في الكراسة، عايزة اشوف خطوات 1 2 3. منه هيكتب بخط حلو، منه هتعوديه الاتقان، منه المعلومة هتلزق، منه هياخد عن نظام، حاجات كتيرة جدا، عضلات ايده هتقوى، مش هيمل بسرعة لما يجي يتعرض لضغط اللي هو يكتب فيه كتير، خلاص ما هو اتعود على الكتابة على طول، والمعلومة هتثبت في دماغه، فخليه دايما يكتب اي حاجة بيذاكرها يسجلها عن طريق الكتاب. وطبعا احنا في حياتنا العملية اي حاجة مش عايزين ننساها بنكتبها على طول. يعني لو واحد مثلا واخد من حد مبلغ فلوس بيكتب هو عليه شيك او وصل امانة او حاجة عشان ما ينساش، او ده الحكم او الفيصل بينهم الاتنين او الدليل. احنا ما نكون مش عايزين ننسى حاجة بنكتبها زي نوت كده او عنوان او ملحوظة او حاجة عشان نفضل فاكرينها على طول. فالكتابة دايما بتسبق او بتكسب القراية اللي احنا نقعد بنقرأ وخلاص. الحاجة اللي بعد كده اللي هي المختلف بيكسب العادي. يعني ايه المختلف؟ يعني الطريقة المختلفة، الطريقة المبتكرة بتكسب العادي. يعني انا ما اقعدش اقول ابني ما بيفهمش، ابني مش عارفة ايه، وهي طريقة مذاكرتي ليه، وهو طريقة قعدته، وهو طريقة الكتاب، وهي طريقة لازم يبقى في حاجة مختلفة، لازم يكون في حاجة شداه، في حاجة ابعد عن الروتين وابعد عن الكلام ده، او ابعد عن التكرار والتقليد، لا انا عايزة حاجة مبتكرة. يعني انا مثلا وصلت له الضمائر او حاجة اللي هي مثلا هي وشي وإت ومش حافظها، طب انا هجيبها له في خلال اغنية، هجيبها له من خلال فيديو فهيحفظها. لكن انا لما اقعد اقول هي وشي وإز بيجي، هي وشي وإت بيجي معاهم اسم مش عارفة ايه، يو وزي ووي بيجوا معاهم والله ما هيحفظهم، وهتلاقيه ملخبطهم ولا عارف هي ايه ولا عارف شيء ايه. لكن انا لما اجيبها له عن طريق فيديو، عن طريق مثلا اغنية، عن طريق حركة، عن طريق بتاع، افكره، قال له هي يعني هو، شي يعني هي، ات يعني هو او هي، بس غير عاقل مفهومش عاقل، زي مثلا مروحة، زي اللمبة، زي الشباك، زي التكييف، زي كذا زي كذا، واقعد اكرر له
فبيحب الكلام ده، هيفتكر طالما حاجة مختلفة وحاجة مش روتينية وحاجة مش اللي هي 1+1=2 أو ألف باء هي كذا. لأ، أنا بادّيله المعلومة في شكل جميل. عشان كده المدرسين الوقت عادوا بيكسبوا، وتلاقي عندهم أولاد كتيرة في السناتر عندهم ما شاء الله وكده، بسبب اللي هم عادوا بيغنوا لهم المنهج، عادوا بيطبّلوا لهم، عادوا مثلًا بيربطوا لهم المنهج بحدوتة حلوة، بحاجة جميلة، رُحنا فين وجينا منين وسافرنا فين ولقينا إيه وعملنا إيه، ويقول له قارات العالم كلها والمحيطات وبتاع في أغنية وفي حدوتة. فالولد بيحفظ الكلام ده كله. يعرّفوا أنواع أو أسماء الخلجان، عين، عدن ومش عارفة إيه عاد في حاجات جميلة كده. عادي المعلومة لازم يعني تطلع بأسلوب مبتكر. فإيه الفرق بين اللي قاعد يقلد وقاعد يكرر وقاعد يقول حاجة في حاجة نمطية، وإيه الفرق بين حد بيبتكر وحد بيزود وحد بيغني وحد بيشجع؟ فده أكيد طبعا ما بيستووش الاتنين أو ما بيتساووش الاتنين. طيب الحاجة اللي بعد كده، الأكثر بيكسب الأطول. يعني إيه الأكثر بيكسب الأطول؟ يعني مدة المذاكرة كل ما تكون قليلة وناخد المذاكرة على فترات قليلة، فترات متفاوتة، أحسن من إن أنا أقعد وقت طويل جدا على الكتاب، وده طبعا ما بيجيبش نتيجة. فكل مثلا 5 دقايق 20 دقيقة، كل 20 دقيقة 25 دقيقة أريح 5 دقايق أو 10 دقايق، واتفق اللي احنا مثلا هنريح أو هناخد بريك مثلا ال10 دقايق ضمن. هتقوم بقى تشرب حاجة بتحبها، هتقوم مثلا تشم هوا، هتقوم تعمل رياضة، تقوم تتنطط، تتزحلق، ترسم، تتكلم معايا، أسرح لك شعر، أي حاجة من دي يعني، بعيدة بقى عن التليفونات والموبايلات والتلفزيونات والكلام ده كله. هي 10 دقايق وفي ثانية بيرجع يجهز أقلامه ويرتب كتبه ويمسح مكتبه، أي حاجة في ال10 دقايق دي. المهم اللي هو يقوم من على الكتاب ويرجع تاني يجي الكتاب تاني بعد طبعا الوقت ده أو المهلة دي 20 دقيقة ل25 دقيقة، ما نزودش على كده. وكل ما طبعا الطفل بيكبر أو الطالب بيكبر معانا كل ما المدة بتزيد، بس لازم يبقى فيه بريك برضو، ما نقعدش بقى متواصلين 10 ساعات على الكتاب. اقعد هنا ما تتنقلش الا لما تخلص ده، اقعد هنا ساعة وساعتين يا عيني، والولد مكفي على الكتاب ولا البنت مكفية على الكتاب لما يجي لهم أتب، وهم أساسا لا حابين الكتاب ولا حابين المذاكرة ولا عارفين بيقرأوا إيه ولا بيذاكروا إيه، بس اسمها قاعدين على الكتاب وخلاص. لا، أنا عايزة كل 25 دقيقة نص ساعة كده يقوموا يحركوا نفسهم، ياخدوا ماشية في المكان كده، يكلموا بعض، يضحكوا مع بعض، يهزروا، يفكروا موقف مش عارفة ايه، ويرجعوا تاني على الكتاب بعد ال25 دقيقة دولت أو بعد التلت ساعة دي. بس كده ده يكون الفيديو بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتم. وطبعا ما ننساش على طول الأذكار، ما ننساش على طول اللي احنا نربطه بربنا سبحانه وتعالى، ولازم نخلي مصدر لينا كده ربنا سبحانه وتعالى، يصلي الصلوات في وقتها، يقرأ لو ورد قرآن، يستغفر، يذكر الله، حاجة جاية معلومة دينية نفكره بحاجة نربطها له بحاجة دينية، وهكذا. لازم يكون جانب ديني معانا في كل حياتنا. أشوفكم على خير بإذن الله الفيديو القادم، وإلى اللقاء. باي.